السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله جايه لكم بفيديو جديد، وهي الفيديو دوت هنتكلم فيه عن طريقة شوي السمك البلطي وعمل الرز الصيادية. الرز هنعمله بطريقة النهاردة ولا اروع، وبجد طريقة جميلة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها واتمنى ان هي تعجبكم. والسمك برضو طالع طعمه لذيذ جدا بالخلطة اللي احنا حطيناها عليه بعد ما اتشوى. تابعوا معايا الفيديو وانتوا تعرفوا الطريقة ازاي والمكونات. اول حاجة احنا هنعمل السمك الصيادية. عندي سمكتين، عندي بصلتين كبار، وكمان زيت. عندي كوبايتين رز مغسول بس ومتصفي مش منقوع، وعندي التوابل بتاعتي ملح وكمون وكزبرة ناشفة وقرفة. والسمك اصلا بيحب التوابل دي، ودي انا معتمداها. اتمنى ان انتوا تجربوا الرز بالتوابل دي وما تتنزلوش عن القرفة. بجد بتنقل الرز في حتة تانية خالص وبتخليه طعمه يجنن. يلا بينا بقى على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة انا جبت الحلة اهوت على البوتاجاز، وحطيت عليها حطيت فيها زيت، حوالي يعني 3-4 معالق كده من الزيت. وهنزل فيهم بالبصلتين بتوعي، واسيبهم يتحمروا كويس لحد ما ياخدوا لون البني المكرمل، اللي بيدي للرز بتاعنا اللون والطعم الحلوين اللي احنا بنحبهم وبندوقهم دايما في المطعم وبنسأل جم منين. دي طريقة للرز. يعني في طرق تانية كتير للرز الصيادية. لو حابين ان انا اعملها لكم قولولي تحت في التعليقات وانا هبقى اعملها معاكم. وهنا عندي السمك بتاعي اهو بيتشوي، حطه كده يتشوي جنبي على ما اعمل الرز. وده البصل بتاعي كل شوية اقلبه لحد اما ياخد اللون الجميل البني دوت، ياخد لون بني حلو. مش هستنى البصلة تتحرق، انا مش عايزة البصلة تتحرق، انا عايزاها تاخد لون بني بس. بجد الرز ده طعمه خطير جدا، طعمه حلو قوي قوي قوي. في ناس بيحطوا سكر في الخطوة دي، يحطوا معلقة سكر بحيث ان هي تتكرمل مع البصلاية وتدي للرز اللون البني الحلو ده. انا ما حطيتش سكر، اللي حابب يحط. انا ما حطيتش دوت كده. الرز بتاعي هياخد اللون البني اللي احنا شفناه مع بعض في اول الفيديو، هنشوفه مع بعض في اخر الفيديو من البصلة بس. هي البصلة هي كده اخدت اللون اللي انا عايزاه. هبدأ بقى ان انا انزل عليها بالرز بتاعي اهي. شايفين واخده لون بني لكن مش محروقه. لو الرز بتاعك اخد اتحرق منك، شميتي ريحته ان هو اتحرق، يا ريت ترميه، علشان كده هيخلي الرز بتاعك مر ومش هيبقى حلو خالص. لازم ننزل على البصله بتاعتنا بالرز قبل ما تتحرق، يا دوب تاخد اللون ده بس كده، علشان ما تمررش الرز بتاعنا. تمام اهو كده بقى. هنزل بالرز، غسلته وصفيته بس يا جماعه ما نقعتوش. انزل بقى بالكميه بتاعتي دول كوبايتين من الرز. طبعا كل واحد يحط اللي يناسب عدد افراد اسرته. هبدأ بقى ان انا اقلب الرز بتاعي واشوحه كويس جدا جدا في البصلة، آه، علشان يطلع معايا مفلفل كده وجميل. نقلب كويس قوي بالشكل ده اهو. نقلب بقى كده كويس كويس كويس.
اول ما نلاقي الرز شخل معانا في الحله آه وبقت متغلف بالزيت ونشف من الميه بتاعته كده لو كان فيه ميه اهو، يعني يتشوح معايا كده شويه كده ان شاء الله هيطلع مفلفل جدا وحلو، زي ما هتشوفوه ان شاء الله في اخر الفيديو اهو. حتى من قبل ما يستوي، من قبل اي حاجه تلاحظوا لونه بقى بني وجميل من البصله بتاعتنا، ان هي ده كده دليل ان هي اخدت اللون بتاعها كويس. ننزل بقى بالتوابل بتاعتي اللي هي عباره عن ملح وقرفه وكمون وكزبره ناشفه بس، ولا اكتر ولا اقل. هي دي توابل الرز بتاعتي. وبأكد على القرفة، لازم تحطوا القرفة وتدوقوا الرز الصيادية بالقرفة، تحفة 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 بجد، يعني لما تجربوه هتدمنوه. يا سلام يا سلام على شكل الرز، ويا سلام بقى لو كنتوا معايا شامين ريحته فظيعة جميلة. ان شاء الله تجربوه وتيجوا تقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، آه، اذا كان طعمه عامل ايه بالنسبة لكم يعني. ان شاء الله يعجبكم جدا وتعتمدوا الوصفة بتاعتي دي. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتسيبي لي كومنت حلو يفرحني. آه وان شاء الله تشجعوني ان انا افضل اعمل في فيديوهات وانزلها لكم. اهو كده بقى خلاص الرز بتاعي شوحته كويس، هنزل عليه بمية عادية خالص من الحنفية، اسقي الرز بتاعي. نقلب بقى الرز بتاعنا كده علشان ما يتزقش في الحلة من تحت، نتأكد ان هو مفيش رز لازق تحت. مهم. ونخلي المية كده تدخل جواه كويس ونسيبه بقى كده مع نفسه لحد ما يستوي. طبعا اول ما المية بتاعتنا تغلي بنحط الرز على نار عالية لحد ما يغلي شوية كده ويبدأ ان هو يتشرب المية بتاعته، ونوطي عليه خالص على اقل يعني نوطي النار على الاخر شمعة كده تحتيه، يكمل سوا براحته بقى كده مع البخار. وده السمك بتاعنا اهو يا سيدي، على الجمال وعلى اللون الجميل، مفيش احلى ولا انضف من عمايل البيت. يلا بينا بقى نيجي نعمل الدقة او التحديقة بتاعت السمك او الخلطة اللي احنا هنحطها عليه اول ما يستوي. هنا عندي بصل. عندك بصل بصل من العادي بتاعنا دوت ماشي، بصل اخضر تمام، انا حاطه بصل اخضر. وكمان عندي فلفل وطماطم وكان فص توم. بس كده يبقى التحديقة بتاعتي طماطم فلفل بصل كام فص توم وليمونة بقشرها تمام. وعندي التوابل ملح كمون كزبرة ناشفة بس كده، وكمان كوباية مية. يبقى احنا اصلا السمك هو بيحب الحاجات دي. طبعا ازازة الخل دي ملناش دعوة بيها، ما حطيتش منها. هو السمك بيحب التوابل بتاعته ملح كمون كزبرة ناشفة، ولا اكتر ولا اقل من كده. نضرب بقى الخضار بتاعنا دوت كويس ونفرمه كويس قوي عشان نحطه على السمك بتاعنا بعد ما يخلص. انا بقى هضربه مع نفسي وارجع لكم. كده انا كنت خلاص ضربته، وده الطبق اللي انا هطلع فيه السمك بتاعي. احط فيه شوية من الخلطة دي كده من تحت. بعدين بقى اجيب السمك بتاعي اهو وهو لسه سخن عشان يشرب منها كده على طول ويبقى مملح كده وطعمه جميل. بالشكل ده كده. عايزه اقول لكم الريحه بقى والطعم ساعتها كانت تحفه تحفه. ريحه زي الريحه بتاعت بره بالظبط،
والطعم حكاية. هو بس السمك ما تتقلوش عليه قوي على النار علشان ما ينشفش، احنا عايزينه يستوي وفي نفس الوقت يبقى جوسي برضو من جوه كده ومحتفظ بالسوائل بتاعته. ونسيبه بقى في التحديقة دي شوية وبعدين نقدمه. وده الشكل النهائي للسمك بتاعي، وده الرز بعد ما استوى، شكل خطير. طبعا ان شاء الله هعمل لكم فيديو مفصل للسمك. السمك دوت انا طبعا منضفاه كويس، وكمان كنت مملحاه تمليحه عاديه خالص اكني اكنه هيتقلي يعني. وشايله منه القشر بتاعه، يعني ده كده سمك اهوت مشوي من غير القشر بتاعه. اهم حاجه بس ان انتي ما تستعجليش عليه على البوتاجاز في التقليب، علشان يفضل ماسك الجلد بتاعه يفضل ماسك فيه. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا بقى باللايك والتعليق واشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو في وصفات تانية حابين ان انا اعملها لكم او اقدمها لكم، ياريت تكتبوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هسيب لكم الوصفة بالمقادير بالظبط في صندوق الوصف. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، وعلى قناتنا حلو حادق مع خديجة، ومع ألف مليون سلامة.